بنتكلم عن مقارة الدستور وال40 إخواني، يعني أنا آسف في التشبيه يعني، أو يعني على حسب الناس ما يقولوها. اللجنة التأسيسية بتاعت الدستور قالوا إن هم هيشوفوا هيعملوا فيها إيه، هيتغير الاستماع. لجنة الاستماع بتاعها بتقعد تجتمع مع فلان وتجتمع مع علان، وبعدين طب بتتكلموا في إيه؟ ما نعرفش بيتكلموا في إيه. طب البند التاني خلاص إحنا هنطبقه، اللي هو الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع. طب الأزهر اللي هيدخل لا إحنا هننفي حكاية الأزهر ديت، فيها كلام شويه شويه، لان الموضوع اختفى. ما عرفناش نسمع حاجه عن الدستور ولا لجنه الدستور ولا هيكون عامل ازاي. وخاصه الانتخابات هتكون بعد الدستور، بعد اقرار الدستور، في خلال شهرين من اقرار الدستور. فإمتى بقى يقرر الدستور ربنا يسهل. يدخل بقى موضوع ابو تريكه وعمل شويه يعني لا مش هشارك، وابو تريكه راجل لعيب عظيم، وتبتدي النفوس تتكلم في هذا الموضوع والالسنه تتكلم في هذا الموضوع تلوك الموضوع دوت. وشويه ونلاقي ان مظاهرات ضد السفاره والضرب وحاجه من هذا القبيل نعمل. يعني انا مش عارف يعني هل في اسلوب ممنهج متبع حتى يعني نلتهي عن اسلوب عن الدستور، وخاصه ان كان في خبر ماشي كده في شريط اخبار كده مهمل ان اللجنه بتاعه تحضير الدستور بيقولوا ان هم عايزين ينفوا او يشيلوا اشراف القضائي على الانتخابات. ده مصيبه سوداء وانتكاسه وعوده للوراء 60 سنه. ما كان حسني مبارك في 2005 لما كانوا هم كانوا 80 عضو هناك، وعمل الموضوع ده عشان بقى يبقى هو متحكم في الانتخابات ويعمل ما يشاء، وعمل فعلا ما يشاء في 2010، واحنا شفنا النتيجه جت على دماغه ازاي. طب انتوا دلوقتي عايزين تلغوا القضاء ده لو صح هذا الموضوع؟ اصل احنا ما بنسمعش حاجه عن الدستور، لكن احنا هنفاجئ مثلا ان هم شالوا القضاء. وما انتوا عايزين ايه؟ عايزين بقى تجيب موظفين باللي انتوا عايزينهم ايا كان انتماءاتهم بقى اللي انتوا عارفينهم، وهم دول اللي يروحوا يقعدوا ويبدا اللعبه من اول وجديد. انا بحذر ان اللي بيحصل دوت التكرار او استنساخ للموقف او للنظام بتاع مبارك في الدستور، وان هم بيحاولوا يستنسخوا نظام مبارك تاني. وسيبك بقى من اسم الدين، لان الموضوع ده ما كانش بالمنظر ده، لا ده استنساخ لنظام مبارك، وده الهاء متعمد عن الدستور. النقطه اللي عايز اتكلم فيها في النقطه دي في دي كمان، ان البند الثاني بتاع الدستور اللي هو بيقول ان الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع. قالوا المبادئ لا نخليها شريعه. ماشي. الازهر هو لا في اختلافات في ان الازهر او ما يكونش الازهر، وطبعا سيبك من احتكام ذوي الاديان الاخرى لاديانهم. احنا بنتكلم في النقطه دي. اللي بيقول انا مش عايز الازهر ده له حاجه من ثلاثه: اما راجل مخلص قوي وخايف الازهر ده يبتدي يبقى مفتي سلطه ويرجع للنظام القديم، يا اما هو راجل برضه ملتزم وعايز شايف ان جماعته هي اللي تبقى لها فتوى اكتر، هيبقى اقدر على التفسير للنصوص الاسلاميه عن الازهر، يا اما هو راجل عايز اختلاف ونصره لجماعته وفقط. وساعتها هيبقى كل الاحزاب الدينيه ديت ما هي الا اختلافات مساجد زي ما هو موجوده حاليا، ده مسجد يا جماعه الشرعيه، ده مسجد السنيه، وده مسجد كذا، وده مسجد كذا، وهنختلف فيها تاني. وتبقى الاحزاب ما دام احنا اتفقنا ان المبدا الاساسي ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي للتشريع، يبقى اللي احنا عايزينه طبقناه. طيب اختلافنا بقى كاحزاب هيولد ايه؟ هيولد اختلاف في رؤى والتفسيرات للنصوص الإسلامية. يبقى كل واحد بيعتقد ان المفتي بتاع جماعته هو افضل من المفتي بتاع الجماعه الاخرى، ولا يقبل هذه النصوص، وتبتدي بقى تظهر حاله من الصراع التفسيري، الصراع الايديولوجي، الصراع الجماعي بجماعاتي، بان كل واحد عايز جماعته هي اللي تنتصر، وهنتفكك تاني، وهيبقى منظرنا، مش عايز اقول يعني اللفظ مش حلو يعني، بس منظرنا هيبقى سيء جدا جدا جدا. وانا اعتقد ان هرجع تاني واقول ان عمليه حط الدستور وانفراد فئه معينه بيه واللي بيعملوه كل ده بيوصلنا لسكه سد.